عنده جنون عظمه ودمر البلد. ده كان كلام جان السينما المصريه احمد رمزي عن عبد الناصر. لكن تحيه كاريوكا تجاوزت كل الحدود لدرجة انه امر باعتقالها. عبد الناصر الزعيم اللي غير تاريخ مصر، هل كان بطل وطني ولا حاكم ديمقراطي؟ الفنان حسين فهمي عنده رأي صادم، بيقول ان عبد الناصر دمر الشخصية المصرية، وان هزيمة 67 كانت كارثة مأساوية بالنسبة له شخصيا. لكن السؤال هنا، هل ده رأي موضوعي ولا في حكاية شخصية ورا الكلام ده؟ خاصة ان عيلة حسين فهمي كانت من الاعيان اللي عبد الناصر اخذ اراضيهم بالتأمين. الحقيقة اكبر بكتير من مجرد تصريح، وده ما كانش رأي فهمي بس. خلونا نشوف فنانين مصر قالوا ايه على عبد الناصر. ممكن تقول الفنان متحيز ضد عبد الناصر عشان أمم أرض جدوده، لكن ده ما كانش رأي حسين فهمي بس. كمان الفنان يوسف شعبان وصف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأنه راجل فاشل، وكان زعيم بالكلمة بس، لكن من ناحية الفعل اتهزم وحط دماغنا في الوحل. كمان انتقد الاحتفال بيه كل عام، واعتبر انه مسؤول عن سقوط الاقتصاد المصري في عهده، وان عبد الناصر استلم الجنيه المصري اغلى من الجنيه الاسترليني، واللي احنا وصلنا له دلوقتي نتاج فترة عبد الناصر. اما عمر الشريف فوصف عبد الناصر بوصف غريب جدا. تعالى بينا نصلي على النبي في التعليقات ونحط لايك عشان يوصل لك كل جديد بنقدمه. تعالى معايا بقى اقول لك عمر الشريف وصف عبد الناصر بايه. عمر الشريف قال ان الراجل ده مجنون وقاد البلد للهوية، وكان معتقد بجهله انه يقدر يهزم اليهود بكذبة حرب الست ايام، وان الفقراء والغلابة هم بس اللي صدقوه مش ورطيشه. كمان رجل الاعمال نجيب ساويرس انتقد عهد عبد الناصر بشدة، وقال انه وقف تحقيق النهضة الاقتصادية في مصر من الخمسينات وحب يوزع الارزاق بدل من ربنا. الفنان سعيد صالح اتكلم عن شكل النظام في عهد عبد الناصر، وقال ان فترة حكم عبد الناصر لمصر دمرتنا، وكان المفروض اننا ظبطنا الحكم بعد طرد الملك، لكن لما جه عبد الناصر اتبهدلنا. وقال انه شايف انه كان لازم يسيب الحكم للشعب، يعني الحد ينتخب الشعب بنفسه مش يتفرض عليه زي ما بيحصل في انجلترا والمانيا. الفنانه تحيه كاريوكا اللي كانت معروفه بجرأة مواقفها السياسيه ما ترددتش عن انتقاد نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثوره 23 يوليو، واللي وصفت ادائهم بانه ما يفرقش حاجه عن اداء الملك، ورايها ده خلى السلطات تغضب منها بشده، لغايه ما تم اعتقالها مع بعض اعضاء الحزب الشيوعي المصري. بعد ما كانت تحيه كاريوكا من اكبر مؤيدي الثوره اتقلبت عليها وقالت انا كنت من مؤيدين الثوره، لكن لما انحرفت عن طريق الحريه رفضتها، واشتركت في عمل منشورات قلت فيها ذهب فاروق وجاء فواريق. كمان كشف الفنان حسن يوسف عن رايه في عهد عبد الناصر وقال عشت في مصر وقت الملكيه، كنت طالب وكنا بنطلع من مدرسه الخديوي اسماعيل نروح نحضر عيد الجلوس الملكي ونقعد في قصر عابدين. انا بحب العهد الملكي عشان ما شفتش منه اذى، والدي ما كانش اقطاعي، كان مجرد موظف عادي، يعني عبد الناصر ما خدش مننا حاجه عشان يبقى بيننا وبينه موقف. لكن رايي ان مصر ما كانتش في حالتها كويسه زي ايام الملكيه. ايام الملكيه ما شفتش حد بيشتكي، الفقير كان بيلاقي والمتوسط والغني، الطبقات كانت متقاربه، ما كانش في مثلا واحد عنده 100 مليار وواحد بيدور على رغيف العيش، ما كانش في ده ايام الملك. كان في الوزير ووكيل الوزاره والمدير العام والمدير، فكانت الطبقات متقاربه، ما كانش في حقد طبقي. انا رايي ان عهد عبد الناصر كان من العصور السيئه عشان التامين. من المشاهد اللي ما انساهاش، رحت اصور فيلم 7 ايام في الجنة في قصر كبير في الدقي، لقيت صاحب القصر قاعد مشلول وحاطط بطانيه على رجله، بقول له حصل ايه؟ قال لي التامين وعندي اطيان، وفجاه لقيت نفسي باخد 100 جنيه في الشهر. ونادى على السفراجي وقال له مين بيصرف عليا دلوقتي؟ السفراجي رد وقال له بلاش الكلام ده. قال له لا قول. قال له اللي بيجي بنقسمه سوا. كانوا بيقسموا ال 100 جنيه اللي بياخدوهم من الدوله سوا. الحقد الطبقي حقيقي بدأ في عهد عبد الناصر. كمان الفنان احمد رمزي كان له رأي في عبد الناصر انه عصر الدكتاتورية، وده قاله في لقاء تلفزيوني. وقال رمزي لما سألوه عن عبد الناصر ما كانش في حرية تعمل اي حاجة، وملكش الحق انك تفكر او تنطق وتليفونك متراقب. وحكى قصة واحد صاحبه قال نكتة عن عبد الناصر واختفى بعدها لمدة 3 ايام، وبعد رجوعه رجع ساكت خالص وما بيتكلمش ولا بينطق. اما عن خطاب التنحي فقال احمد رمزي ما صدقتش فعلا انه هيتنحى، واتصور كمان ان الناس ما خرجتش بارادتها للمطالبه ببقاء، وكنت متاكد انه مش هيسيب الرئاسه ويعتزل زي ما اعلن للجميع. ده كان مريض بجنون العظمه، وده شيء مدمر لصاحبه، ودفع الشعب المصري ثمن اخطاء عبد الناصر، وهتفضل الشعوب هي اللي تدفع الثمن لان الزعماء ما بيسددوش الفواتير. اما الفنانه فاتن حمامه فشعرت بخداع عبد الناصر لما حدد الملكيه بواقع 200 فدان وخفضها بعد كده ل100 فدان، وبدأت تخاف كل ما تزيد النسبة، وقالت ان ده في ظلم كتير قوي لناس كتير. وده كان في حوار ليها لمجلة المصور سنة 1991، وقررت انها تسيب مصر سنة 1966 وبقت تتنقل ما بين بيروت ولندن، وما رجعتش مصر غير بعد وفاة عبد الناصر سنة 71.